السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه يا احلى اخوات يا احلى فانز في الدنيا كلها؟ حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ولا من دعواتكم. كنا عاملين انا شوربه يا حبايبي، حته الفرخه بتاعتي، وهي عامله بقى بصوا ما شاء الله عامله سجق، وده يعني ده اللي هو الحاجات اللي هي الايه، فش على طحال على مش عارفه على ايه، على كبده، على كبده، وده محمر وده ببصله كده. دي بتاع ايه؟ فشه معموله بالبصل كده يا حبايبي. كرشه. اتفضلوا معايا يا حبايبي، وبالله عليكم قبل ما نبدا الفيديو او ناكل او نعمل حاجه كله ادعي زكيه ربنا يشفيها يا رب ويرجعها لعيالها. عملت عمليه يا حبايبي والله ما كانتش سايباني، طالعه معايا ونازله معايا، ايش اشعه ايش مقطعيه ايش ايكو ايش فجاه يا عيني. يعني هم بيقولوا هي عملت قبل كده نفس الموضوع ده، الشبكه بتاع الشبكيه اللي هي عاملاها على بطنها دي اتقطعت يا عيني، واتقطعت قبل كده برضو ولفت على الامعاء، صرخت، عملوا لها لازم كده وتحاليل بتاع ده، محاليل وبتاع مش عارفه ومسكنات، حست نفسها ان هي ارتاحت، روحت البيت صوتت، راحوا مرجعينها المستشفى تاني. فبالله عليكم كله يدعي لها كده ترجع لعيالها، وربنا يشفي كل مريض يا رب، وربنا ما يحرمناش منكم. اتفضلوا معانا يا حبايب قلبي. فعلا ربنا يشفي كل مريض فعلا والله. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا يا حبايبي. نروح المستشفى ديت نقول الحمد لله مفيش حد سليم والله، ملناش في نفسنا حاجه اصلا. انا كده كنت انا والزعيم برضو في نفس المستشفى، كنا عاملين بنعملوا الاشعاعات، الاشعه على الرجلين والاشعه بتاعت الرقبه. الدكتور طلب مني 3 حاجات: اشعه على شرايين الرقبه من ناحيتين، اشعه على شرايين الرجل من ناحيتين، وايكو جديد اللي هي موجات صوتيه. قال لي انا عايز ايكو جديد ماليش دعوه باللي انت عامله قبل كده ده. اللي هو الدكتور يا حبايبي دون في مركز القلب اللي قدام المستشفى بتاعت رندا، قدام دار الشفاء. فهو ده اللي بعتني. هي مستشفى جديده في العباسيه عامه، جميله جدا. هو ده اللي برداش عامه. هو ده اللي بعتني ليه يا حبايبي الدكتور جورج. دكتور نبيل محمد ده جراح قلب. فانا سالته صراحه بقول له يا دكتور في عمليه؟ قال لي انا صريح ما بحبش الايه اللف والدوران. مبدئيا في عمليه لان انت عندك الدم اللي انت بتقول عليه رجعته ده وبتاع، فهنشوف هنعمل شويه فحوصات كده واشعات على الرقبه والشرايين والكلام ده كله. عملت له كل حاجه وان شاء الله معادي معاه يوم الاحد يا حبايب قلبي باذن الله. ربنا يشفي كل مريض يا حبايبي، وربنا ما يحرمناش منكم ابدا ابدا ابدا. اتفضلوا معانا. بسم الله. ده الزيتون اللي انا عاملاه وصورته لكم، استوى حبايبي بقى 100 100. بس كل ما باخد تقول لي لا. ناس قالوا لها الحوادق غلط، ممنوع من الحوادق اصلا. دي غلط برضه كل حاجه غلط. طب اعمل ايه يا حبايبي؟ اروح فين؟ انا اتصلنا باسلام عنده شغل وليه تصوروا انتوا بصراحه. اسلام قال صوروا انتوا عشان انا هتاخر وما تجوعوش نفسكم كله، ولما اجي انا ابقى وهو لازم ياخد علاج برضه بدري. الحمد لله. وياكل برضه كل الفتره بتاعته. ربنا يشفي كل مريض والله. يعني روحي مش عارف والله يعني. بس نقول ايه الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. احنا ملناش حاجه بنفسنا بصراحه. نعم بالله صح يا حبايبي، كله بيد الله. وبعد ما كنا بقى في نفس المستشفى بقى بنعمل التحاليل والاشعاعات، طلعنا بقى اعلى ذكيه لانها كانت لسه ما دخلتش قعدت معاها شويه يا حبايبي قبل ما تخش العمليات، كان لسه بيجهزوها على لها محاليل وبتاع، وقالت خلاص على وشك النزول. ربنا يشفيها يا رب ويشفي كل مريض. دخلت المستشفى يعني خارج جدا، قعدت من 4
طلعت على 10:30 والله. اه قاعد في الفئة بتاعت اوضه الفئة ديت ساعتين 2 تقريبا. واحنا عمالين نقول في ايه في ايه. في الاخر نزلت انا ودعاء الاوضه بتاعت العمليات. طبعا ممنوع دخول طبعا الغرفه ديت، بس سالنا عليها قالت لا الحمد لله هي كويسه وعملتها، بس هي في اوضه الفئة دلوقتي مش عايزين حاجه. قالوا لا نص ساعه الدكتور يؤمر وبعد كده هو يعني بالخروج بتاعها وهي تقوم خارجه. فاطمئنا الحمد لله وطلعنا بقى فوق. ده برضه غلط. كله غلط غلط. اخد واحده يا حبايبي بعد اذنكم. واحده كده. هم صدقوا يا حبايبي. كل ما يجي جنب حاجه تقول له ده غلط ما تاكلش حاجه. تخلص شوربه الخضار الاقي شوربه لسان عصفور، تخلص شوربه لسان عصفور الاقي شوربه عدس. كل ما يجي ياكل حاجه نقول له غلط ما تاكلش. بفلوسي جايب الاكل ده بفلوسي ما اكلش. انت خدت واحده؟ يبقى ليه واحده تاني كده؟ واحده بقى تقول واحده. ممكن دوق من هنا. ما دقتش انك تدوق من هنا. بص مش عايز ياكل الفرخه بتاعته منها مسلوقه برضو. والله باكل اهو يا حبايبي قدامكم. اصل الحمد لله شوربه الخضار حبوها وبياكلوها. يعني اذا كان هو ولا احنا كلنا بناكل معاه والله شوربه خضار. ما تعمل لي شوربه كلهم بياكلوا معايا، اما هم بقى يعملوا حاجات من دي ما اكلش. ممنوع. انا اعمل زيهم برضه يا حبايبي اقول لهم لا الشوربه غلط ما تاكلوش. ولسه عملوا برضه شوربه عدس. اه والله كده. اللي قال لها انا نفسي في العدس ده اسلام. عملت عدس قلت لها هتقولي لي وفته برضه عملنا فته بس ما صورناهاش بصراحه. لا كان في اليوم ده يعني كنا بدري وكنا منزلين فيديو، فقلت له احنا عملنا عدس يعني صورنا لهم عدس قبل كده. خد واحده يا حبيبي. هو اهم حاجه الواحد ما يكترش في الحاجه. فممكن تاخد من نفسك بس ما تاخدش حاجه تاني. ما خدتش الا واحده اهي. قلت لك اعدلي دي عشان الفيديو يطلع كويس. هي دي اصلا منبه ولا في احنا هنشيل الاكل بقى يا حبايبي قلبنا منه بصراحه. بعد كده هنصور بشوربه العدس اللي هي بشوربه البتاع ده. تاخد الاكل في دماغك. لا تاخد هتقعد على الانتريه. اهو خليني في اللي انا فيه. المره الجايه اعملوا شوربه عدس. الله الحمد لله يا حبايبي، والله انتوا اللي بتدوني طاقه ايجابيه ومخليني مبسوط معاكم. الحمد لله. ان شاء الله كله خير. مفيش حاجه ربنا بيعملها كله خير. خير من عند ربنا وكله يجيب ربنا كويس. وكل واحد بيشيل حمولته زي ما بيقولوا. وربنا عارف يعني كل من كان حمولته قد ايه. والسلامة لو جه يتكلم معانا بقى دلوقتي. لا مش بيحب الحاجات دي قوي. الشوربه جميله يا حبايبي وتسلم ايدك يا تونه. حبايب قلبي
مش عايزين نطول عليكم يا حبايب قلبي، ربنا يخليكم لينا وما يحرمناش منكم ابدا ولا من دعواتكم. وبشكر كل اخواتنا اللي بيدعوا لزكيه واللي بيدعوا للزعيم، ربنا ما يحرمنا منكم. ادعوا للعيله كلها والله يا حبايب قلبنا. حبايب قلبي ربنا يخليكم لينا وما يحرمناش منكم ابدا. ما تنسوناش في اللايك والدعوات. ايوه صح والله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي، مع السلامه.